بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد. فيه رجل عنده 7 أبناء. هذا الرجل ما شاء الله تبارك الله أبناءه جايين وراء بعض، أبو 23 أبو 22 أبو 20، وهالعيال ما شاء الله يعني فيهم شجاعة وفيهم هذا. والأبو صالح، أنا عارف الأبو زين، الأبو فيه خير وصالح. طبعا هم من أهل الرياض، منطقة شمالية، وساكنين لهم في حارة. وما دام العيال مع بعض وفي المدرسة مع بعض، كل واحد ما بينه وبين الثاني سنة دراسية، مكونين قوة بحيث ما حد لا يطق الصغير ولا يقول للكبير شيء. فالناس تخاف منهم، الطلبة تخاف منهم. هذا الأمر ولد فيهم أنهم ما حد يقدر عليهم مرة، وهم ما يعتدون الله حق. لكن الله يعافينا وياكم، إذا اطلعوا جميع في الشارع ولا في الحارة ولا راحوا شافوا نفسهم سبحان الله قوة، ما يوقف قدام أحد. الرابع منهم أو الثالث، واحد منهم، يا الثالث يا الرابع، الحقيقة طلع طلوعا يعني الحقيقة لاف شاطح شوي. وصل الأمر أنه يحب التفحيط ويحب ركوب السيارات، وأحيانا ما يلقى سيارة فما يتورع عن سرقة سيارة مع أخوياه ويفحطون فيها. هذا الرجل، الولد هذا آذى الناس وصار مشهور في الحارة. أخوانه على خطه ما يسرقون، لكنهم الحقيقة يعني يشوفونه ولا هم يعني يضحكون معه، زي ما تقول يعززون له، مثل ما قالوا الشباب. الأبو متضايق من هالموضوع، متضايق من عياله، متضايق من وضعهم، متضايق انه خايف عليهم انهم يسجنون ولا يصير عليهم مشاكل ولا ينحرفون. ودائما انا اذكر الله يذكره بالخير، دائما يدعي لهم بالهدايه. لكن شوف سبحان الله شلون تجي الهدايه. هذا الوسطي تعاون له مع 2 واشطحوا وصاروا مثل ما قلت لكم يوقفون السيارات، احيانا يوقفون السياره وياخذونها يسرقونها. صار عليهم حكمين. الثالث مره لقوا لهم راعي ليموزين، ايام الليموزينات، يمشي في الشارع ويشترون على اساس انهم بيركبون معه، من الناس اللي يترزقون الله من الجاليه الشرق الاسيويه، وينزلونه بالقوه وياخذون جواله وياخذون فلوسه وياخذون السياره ويقعدون يفحطون فيها في الشوارع. هذا ركب على سيارته من وراء يبي يوقفهم، فيه نشاط، وهم قاموا يفحطون ويطيح الرجال والله يعافينا وياكم، ويصيب في ظهره زي الكسر. ودوه المستشفى، وهذا لفحطوا بالسيارة. يوم خذوا 3 أيام والبحث والتحري يعرفون الثلاثة، يطقون على الرجال أبو الولد، وين ولدك؟ فلان. خير ايش فيه؟ قالوا طلع ولدك. الولد يقول عندي في البيت ولا نبي والله تسامي عن الدولة. وش انت مسوي؟ يقول جو خذوه يوم حققوا معه، ثبت عليه انه هو اللي سارق السيارة مع 2، وهو اللي مفحط وهو اللي مسبب الأذى لهذا الباكستان. راحت للمحكمة، يوم شافوا ملف لقوا عليه 2 سابقة مثل هذه، هو ال2 معه، ويصدر عليهم حكم قاسي بالإعدام. ال3 الحكم إعدام، اللي هو إفساد في الأرض. والحقيقة لا الأبو ولا الأم ولا الأخوان أسقط في دينهم أن ولدهم يحكم عليه بالإعدام. ما بقوا باب ما طرقوه، توجهوا لكل مكان، جاهيات وناس، وراحوا يمين وراحوا شمال، ما لقوا الحقيقة أحد يساعدهم. إلى أن الحقيقة دخلوا على مسؤول كبير قال استأنفوا، أنتم عندكم محكمة الاستئناف، قدموا استئنافكم ويمكن ينظرون نظرة غير نظرة الحكم الابتدائي. بالفعل قدموا الاستئناف وقبل الاستئناف، وصدر عليهم من الإعدام إلى 7 سنوات حكم سجن. فرحوا بهال7 سنوات، فصاروا يزاورون ولدهم في السجن. من اللي يزاوره الأبو والأخوان. الأخوان قلت لكم كانوا بادين في الشطحة، يوم شافوا أخوهم وشافوا وضعه ولا والله عرفوا، كان يترجاهم ترجي، يقول يا أخواني لا تطبون السجن، أنا داخل على الله ثم عليكم، جعلكم ما تطبونه. يقول هو ينصح فيهم، يقول أبو أنا قاعد وهو ينصح في إخوانه، يقول الله يكرمكم، ما هو مكانكم. المهم شافوا أخوهم، حتى أنه الله يجزاه خير بدأ الولد يقرأ القرآن ويهتدي في السجن. العيال سبحان الله 7 أصلحهم الله بسبب أخوهم. سبحان الله، اللي مؤذن مسجد، واللي إمام، واللي حافظ كتاب الله، واللي مدرس، زانت علومهم، زانت دراستهم، كلهم خايفين من هذا الوضع اللي كان يحذرهم منه. بعد
3 سنوات ونص تقدم الولد هذا إلى أن حافظ كتاب الله كامل، فبالتالي في حكم عندنا إذا حفظت كتاب الله تخفف العقوبة من 7 سنوات إلى النصف. صدر عليه بإطلاق صراحة. لكن أنا القصة يوم أجيبها لكم أقول شوف سبحان الله، لعل في بعض الأمور اللي الله يخصك فيها خير عظيم. صح إن هذا الولد سجن، صح إن هذا الولد سرق السيارة، صار الأذى هذا، ولكن الله له نظرة أعظم من ما ننظر لأبنائنا، لكي يصلح ال7 هذين ويكونوا صالحين في المجتمع. ربما أن هالطقة هذه في الولد هي اللي أثلجت أو خلت العيال هذين يصلحون. من هذا الباب يا أخوان أنا أقول أحيانا يصاب الآن بابتلاء في أبنائه، في ماله، في أمور ثانية، ولكن الله سبحانه وتعالى يبي يردك رد جميل إلى أمور أخرى. كثير منا ما عرف صلاة إلا لما أصيب بمرض، كثير منا ما عرف رب سبحانه وتعالى إلا لما نقص ماله، إلا لما صار عليه نقص في أمر من أمور الدنيا. شوفوهم الله يعافينا وإياكم في كثير مستشفيات، أنا أجيهم أحيانا أزورهم يقول والله إني عرفت ربي حق، عبدت ربي حق عبادته يوم أصابني هذا المرض يا أبو، ما عاد فارق مصحفي ولا عاد ولقيت لذة ما لقيتها. الله سبحانه وتعالى يراعينا، يتابعنا، يشوفنا، إذا شاف علينا طال عمرك لفة يمين ولا يسار رجعنا بلطف. جاك انذار أول، جاك انذار ثاني، يجيك مرض، يجيك نقص مال، يجيك الله يعافينا وياك عدم إنجاب، يجيك عقوق. متى تعرف اللي ترجع لله سبحانه وتعالى وتناجيه أن الله يحقق لك ما تريد. ولذلك مثل هذه القصة أنه ولد يصير عليه المشكلة هذه عشان يصلح 7. أنا أقول كل ما يصير في حياتك تدبير العزيز الحكيم. أهم شيء أنك تعمل الأسباب وتعمل الأمور اللي فيها خير لله سبحانه وتعالى، وستجد أن الله سبحانه وتعالى أرحم منك على نفسك وعلى عيالك. والله أني جيت واحد في مستشفى الملك فيصل التخصصي وزرته، كان معه الله يعافينا وياكم في الغدد، يقول والله ما عمري قرأت القرآن ولا عمري سجدت لله خالص، يعني في راحة وطمأنينة أصلي مثل ما يصلون الناس. الآن يا أبو عبد العزيز إذا سجدت ما ودي أرفع جبهتي من السجود، وإذا قرأت القرآن ما ودي أقفله، وإذا قرأت أورادي أنا أحس براحة وبسعادة. هالكيماوي وهذا والله ولا قام عندي ولا قاعد. يوم شفت النعمة اللي أعطاني إياها في تدبر القرآن وقراءته والصلاة، حنا محتاجين نصل المستشفى عشان نصل هالأمور هذه كلها. القرآن موجود والمسجد موجود والصلاة موجودة، ليش ما نتلذذ فيها ونتلذذ بنعيم الله؟ من عرف الله سبحانه وتعالى في السعة عرفه ربي في الشدة. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة وجزاكم الله عني كل خير. يقول الله يطول عمرك ويبارك فيك. صحة الأبدان بالعلل